لا لا مش على ما يرام. بص انا لست ساحر، بس انت دلوقتي زعلان ومش عايز تبين حتى بينك وبين نفسك عشان مش عايز تتكلم كالعاده. مالك يا عمرو؟ لابس كت ليه يا ابني؟ هفاجئك بقى، كل الناس هنا عارفين وانت بس اللي مقتنع انك مخبي. يلا هدومك قلب الشقه جوه، واخد شنط فاضيه ونازل. يلا. واقول لك كمان انت مكسوف تقول ليه؟ هقول لك. الله اكبر يا واصله يا جامده. بس استنى انزل بالانترو الاول ولا هتزعل؟ مش هتفرق، ما انت اصلا زعلان. زعلان، شكلك زعلان جدا وعندك حق والله. بص يا اسطى، الاول اسمح لي اقول لك يا اسطى، اسمح لي اقول لك يا سامح فيه يا محترم. انت مش عايز يبان عليك وبتمثل انك على ما يرام. انا عارف ان واحد يبقى مش عايز يقول انه قافش هو قافش. يا سيدي انا مش قافش والله. عشان اولا هتفتح على نفسك ماسوره معلش وكده هانت وبتاع خير والكلام ده، وثانيا اسئله انت اساسا لو عارف اجابتها ما كنتش بقيت منطفي كده. بس برضو عشان بعد ما هنتجاوز الهري ده، انت مقتنع انك لو اعترفت انك زعلان او متضايق حتى بينك وبين نفسك، ان ده بيتعارض مع ايمانك بالله، وكمان بيتعارض مع انك ناشف وقد الحياه معتمد على نفسه. فبتاخدها من قصرها وتحط لسانك في بقك وتسكت، بدل ما تلم عليك كل من هم عبد الباسط حنيوكا ويجوا يدوك دروس في الحياه والدين. بس الدنيا ما بتمشيش كده، يعني ينفع تكون حاجتين: متألم وصابر لله، موجوع وراضي، حزين بس املك في ربنا كبير، مضغوط بس لسه مكمل، حيران بس مش يائس، حتى مكفي على وشك بس مش ميت. مش بالضرورة خالص يكون حزنك اعتراض او شكواك رفض او ألمك عدم رضا، حزنك هو حزنك. صباح الفل. انا قصدي انها مشاعر. وانت طلعت طفل عندك احاسيس ومشاعر اهو. البني ادم مش بسيط وسطحي لدرجة انه ما يقدرش يكون غير في حالة واحدة بس. انا ما بقولكش ازاي تتشل، وربنا كبير ويساعدك انت ومشاعرك ومشاكلك وهمومك ومخاوفك. وكمان من اهم قواعد الصحة النفسية انك تخرج مشاعر الحزن باي شكل. اخر مرة عيطت فيها كان امتى؟ من زمان قوي، يا دوبك احجها. تحكها ازاي؟ احجها يا هتير. تزعل بقى، تكتئب، تعيط، تصرخ، تلطم، براحتك ما تتكسفش. وكل ما تبدأ بالخطوة دي كل ما تتعافى وتموف اون اسرع. شفت لما عيطت وانا عيطت ارتحت ازاي؟ كل ما تكتم كل ما الحالة بتتأخر وبتتعطل وبتسبب مشاكل نفسية وجسدية كمان. غريب ازاي؟ ولازم تخرج مشاعرك يا اسطى وانت واعي وفاهم انك بتعمل ده عشان تفرغ الطاقة السلبية اللي جواك. كان النفس البشرية دي كيف الجلة، تقعد تملاها تبقبق لحد ما تكب من التفاحة. على فكرة الكلام اللي انت بتقوله ده علمي وموجود عندنا في الطب النفسي، بس هو الاختلاف ان احنا عندنا شفشة مش قلة، وبنية التعافي مش جلد ذات وحب في الولولة. طبعا انت فاكرني بدعوك للحزن والاكتئاب، بصراحة بس خلي بالك انت ممكن تحزن يومين 3 وممكن تحزن 2 3، ده بقى قرارك، ما تجيبهاش فيا. الحزن صحي بس لو طول بيبقى صرف صحي. لوشا سيكا، انا قصدي اكيد انك تاخد وقت، بس ادي لكل حزن وقته وحجمه المناسب بالنسبه لك. بس كده. ما انت لما تزعلش خالص، لا تزعل 4 سنين، ده كاس الامم كل 2 سنين، يعني بيبقى فيه لعيبه بطلت كوره وانت لسه ما بطلتش استواء. حسن، هو انا ما عدتش العب كورة بعد كده؟ لعبت قبل كده. فبعد ما تصيح وتبعت لنفسك رقم الشكاوي الجميل، وبعد ما تتمرمغ في التراب شويه حلوين، تقف نفض هدومك، تاخد اصعب قرار انك تقبل اللي بتعدي بيه وتتوكل على الله وتفكر هتتحرك ازاي. وبس انا شفتك زعلان فقلت اقول لك لو انت يعني فاكر الدنيا كده، لا الدنيا ما بتمشيش كده، ما بتتحسبش كده يا صاحبي. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت حسب انت بتشوفني فين. قلت لك اني بحبك ولا برضو اليوم نسيت.